في عقود خياليه، خاصه انه نحن بازمه، يعني نحن بنص الازمه وفي عقود $1.5 على 3 سنين او بهيدا الرينج. صحتين على قلبهم. مش لا مش بقول لا، بس قديش هيدا يعني نحن قطعنا قبل 2019 صار في هذا المشكل، ورحنا على 3 أجانب، صار رجعوا عم نزل الرواتب اللبنانية، رجعنا هلا نفس قصة تبريق الذات. فبرأيك رح ترجع تتكرر هيدي قصة نروح على 3 أجانب مثل ما عم ينحكي هلا، نرجع نوطي المعاشات ونفوت بهيدي الطوشة؟ ليك بدي اقول لك شغله، هلا مين عم بيقبض 1,000,000 أو 1,500,000؟ في كم لاعب، يمكن شخصين، عم نحكي عن شخصين، عن 3 أشخاص. هودي اول شيء انا دايما بقول صحتين على قلبهم. هيدا رزقتهم وهن they deserve it in terms of مش they deserve it يعني هيدا البرايس تبعهم او بس الفرق يلي عم بيدفعوا لهم هالمبلغ بيعرفوا انه مثلا هيدا اللاعب اذا بيلعب بفريقي رح يعمل فرق. That's why I'm paying him this much because I don't want another team to pay him better than me وروح علي. So that's why how the players they get lucky to get paid higher than the others. So هيدا الشيء أنا ما بتدخل. نحن عم نقول إنه معقول نرجع يعني يصير في أزمة تانية، وخاصة هلا إنه عم ينحكى إنه 3 أجانب ولا 2 أجانب وواحد على البنش. عم بعتقد عم ينحكى إنه 2+1. إيه أنا ضد 3 imports أكيد ضد، لأنه حرام هول الشباب. يعني أنا صراحة من كم سنة لما ما كان في أجانب كتير كنت أحضر بطولة شباب، كتير عم بنبسط، كنت عم شوف شباب لبنانية عم بيلعبوا وكتير شفنا تالنتس. بس حرام هودي التالنتس ما رجعت شفتهم، لأنه في ناس من وراء الأجانب خلص ما رجعنا شفناهم، يمكن صاروا بالديفيجن 2. يمكن أكيد الأجانب هلأ higher levels، بس مثلا أنت كيف بده يكون عندك على البوزيشن 5 حدا لبناني كتير قبضاي إذا ما بياخد يعني minutes، ما بياخد chances على أرض الملعب. You will never have this on this position حدا كتير قوي. فهيدا الشيء وحرام يعني. في كتير يعني قديه بدك تكون lucky in your career، قديه بدك تكون حدا كتير 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 منيح بالبوزيشن تبعك كرمال يطلع لك دور تلعب، وبيطلع لك دور يمكن بيطلع لك minutes. يعني إذا 3 imports عرض الملعب plus 2 locals، فريق يمكن عنده 9 locals plus 3 imports، من 9 في 2 بس عم يلعبوا. وأنا بعرف لأنه بس يكون عنا نحن بالوومنز ليج 2 imports نحن بنلعب، بس يمكن في كوتشية ما بيعطوك هيدا الرول، يعني ما بيكون عندك مين رول. sometimes نحن ياما أيام كان عنا بس defensive رول، وهيدا الشيء كتير باد. يعني ما بتقدر تاخد decision، تتلبك أنت وعم تاخد decision. يمكن الكوتش يعطيك هيدا يعطيك رول تبعك، بس الامبورت بتعيط عليك كتير. بتشوف أنت بالأجانب كمان لا هن بدهم الطابة، لا هن بدهم يلعبوا، هن. طب هيدا الشيء كمان منا منيحة للبلاير، ما بيكون مرتاح، ما بيكون يعني يعني بالنهاية ما رح يعطيك 100% تبعه. بس النوادي عم بيستفيدوا لأنه بيقولوا بدل ما أنا أدفع للبناني هالقد بجيب أجنبي، هيك بيطلع لي higher chance أربح بطولة عربية، أربح ما بعرف شو. بس it's something حرام يعني، it's very bad للlocal players.